السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال يا رب بإذن الله. وحشتوني من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة إن شاء الله هنقول على شوية عادات صباحية مفيدة للصحة النفسية، حلوة قوي، هتعجبكم إن شاء الله بإذن الله، تستفيدوا منها بإذن الله وتغير حياتكم تغيير يعني إيجابي إن شاء الله. يلا بينا بقى نشوف أول خطوة أو أول حاجة أو أول عادة صباحية عشان تغير حياتنا النفسية أو حالتنا النفسية أو تخلي حياتنا حياة إيجابية. أول حاجة ان انت تبداي يومك بصلاه الفجر. يبقى اول حاجه هتصلي الفجر، طبعا ده بدايه اليوم. ما ينفعش طبعا نبقى نايمين والفجر يأذن وكده وما نصليش، فنحاول نظبط المنبه لو احنا بننام متاخر او مثلا لو نمنا مثلا متاخر نحاول نصحى كده بدري شويه، نصلي الفجر قبل ما ميعاده ما يعدي مننا يعني او يفوت مننا. بعد ما نصلي الفجر لو انت حابه تقعدي شويه معاها لغايه ما يعني تقعدي كده شويه تقولي الاذكار بتاعتك لغايه ما تصلي الضحى، تمام. عايزه تنامي بعد صلاه الفجر ولما تصحي بقى ان شاء الله تبقي تقولي الاذكار وتصلي صلاه الضحى، تمام برضه مفيش مشكله، المهم ان انت تصلي الفجر ما يفكيش. فلما تبداي يومك كده مع ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي يومك فيه بركه وفيه خير وفيه رزق وفيه حاجات كتير قوي. هتلاقي البركه دي، حتى هتلاحظي البركه ديت في اولادك، وهتلاحظيها في يومك، وهتلاحظيها في صحتك، وهتلاحظيها في رزقك، هتلاحظيها في كل حاجه. البركه دي طالما صليت الفجر و... ولبيتي يعني دعاء ربنا اللي هو الله اكبر، فده لما انت تلبي التكبير دوت، فاول ما تلبي التكبير الله اكبر، اول ما المؤذن يقول الله اكبر وانت تلبي وتقومي وتصلي، طبعا دي حاجه كويسه، وان شاء الله ربنا هيديكي بركه في يومك وفي صحتك وفي اولادك وفي رزقك وفي كل حاجه. وقلنا بقى هتقولي الاذكار، وتقولي بقى اذكار الصبح يعني اذكار الصباح، وتصلي صلاه الضحى، عايزه تصليها ركعتين، عايزه تصليها 4 أو 6 أو 8 براحتك زي ما انت حابه. المهم ان انت بداتي يومك مع ربنا، وبداتي برده بالورد بتاعك بتاع القران. لازم يبقى ليكوا ورد كده في القران، سواء صفحه او صفحتين او جزء او نص جزء او بصوا اي كميه او اي يعني جزء انتوا تحبوا تقرأوه، يعني اي كميه تحبوا تقرأوها، او على حسب ما انتوا يعني لسه ما تعودتوش او متعودين. المهم يبقى ليكي جزء كده معين او ورد معين انت مخصصاه لليوم بتاعك. ممكن ربنا يفتح عليكي وتزيدي فيه لكن ما تقليش عنه. يعني طالما ربنا فتح عليكي في حاجه ما تحاوليش ان انت يعني تقللي منها. ودايما قولي اللهم اني اعوذ بك من السلب بعد العطاء، ان ربنا يمن عليكي بنعمه او يلم عليكي بعباده معينه وتسحب منك. تمام، اقعدي بقى فكري انا ليه اتسحبت مني، انا ليه، انا قصرت في ايه، انا عملت ايه عشان هي تسحب مني. فدايما خليكي فاكره الدعاء ده، اللهم اني اعوذ بك من السلب بعد العطاء. يعني بعد ما ربنا ينعم عليكي بنعم معينه في العباده مثلا او في اي حاجه ويسحبها منك، فكري انت اتسحبت منك ليه. ما تتجاهلهاش كده وتسكتي وتقولي خلاص ماشي هبقى اعملها هبقى اشوف. لا، فكري بساعتها وشوفي اتسحبت منك ليه عشان ربنا يردها عليكي تاني ان شاء الله باذن الله. تمام كده. احنا لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده هنتكلم فيه كتير قوي، بس انا عشان في كذا نقطه فعايزه ان انا يعني اتكلم فيها. فخلاص قلنا هنبدا يومنا، ان احنا نبدا يومنا مع ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك لنا في اليوم ويبارك لنا في الوقت. تاني حاجه ان انا هشوف هشوف النهارده انا عايزه لا، تاني حاجه هقول ان انا مثلا عايزه اعمل روتين لبشرتي. تمام كده، يبقى انا خلاص بدات يوم مع ربنا، بقيت اليوم بقى هشوف انا هعمل ايه مع نفسي. هشوف اول حاجه ان انا اعمل روتين صباحي لنفسي. ايه الروتين الصباحي دوت؟ الروتين الصباحي ده ان انا مثلا اهتم ببشرتي، اروق بقى على نفسي شويه بقى، ما انا لازم اروق على نفسي شويه. فالمهم هعمل ايه بقى، هعمل روتين لبشرتي. انت مثلا متعوده مثلا بتغسلي مثلا بشرتك بغسول معين، بتحطي لها مثلا سيرم، بتحطي لها كريم الصباح، طبعا بيبقى في كريم صباح وكريم مساء. لو اتكلمنا على الروتين الصباحي هيبقى في كريمات خاصه بالروتين الصباحي، والروتين المسائي فيه برضو كريمات خاصه بيه. فخلينا دلوقتي نتكلم على الروتين الصباحي، ان انت تغسلي وشك مثلا باي نوع غسول انت معتمداه او متعوده مثلا تجيبيه، او لو مش متعوده ممكن تجيبي انواع تستخدميها بقى وكده عشان تبداي بقى تستعيني يعني تستردي كده بقى صحتك بقى وتهتمي ببشرتك وبجسمك وكده. فاول حاجه تعمليها تغسلي بشرتك بالغسول، وبعد كده بقى تحطي سيرم وتحطي كريم الصباح اللي هو خاص يعني بالوقت الصبح. تمام كده. وبعد كده بقى تخشي بقى تفطري بقى وتروقي على نفسك بقى في موضوع الفطار، تفطري لك بقى لقمه حلوه كده كويسه مفيده لجسمك عشان لسه يومك طويل هتعملي حاجات كتير، فتبداي ان انت تفطري. في ناس بتحبي مثلا تروق الشقه الاول وبعد كده تفطر، وفي ناس بتحب تفطر الاول وبعد كده تروق، فانت على حسب انت بتحبي او انت متعوده على ايه. فاحنا هنقول النقط وانت بقى يعني بدلي، شوفي انت ايه اللي بيمشي معاكي واعمليه. فقلنا اول حاجه بقى ان احنا نتواصل مع ربنا، تاني حاجه ان احنا نعمل روتين لبشرتنا ونهتم بنفسنا
علشان برضو نحافظ على جسمنا ونحافظ على بشرتنا. ونبدا بقى ان احنا نفطر فطار كويس، وحاول ان انت فطارك يكون فيه مثلا حاجات خضراء، ما يبقاش كله حاجات كده يعني ايه هايفه كده، سندوتش جبنه كده وخلاص. لا، مثلا لو هتاخدي سندوتش جبنه يبقى مثلا جنبه خيارايه، جزرايه، مثلا لو بتجيبي فجل وجرجير وحاجات خضروات من دي، حطي مثلا عودين من كل حاجه كده. يعني حاولي ان افطارك يبقى افطار مفيد، ما يعني ايه، ما تقوليش انا هفطر اي حاجه سريعه كده وهنجز في الوقت واخلص. لا يعني ما تقوليش مثلا هاخد كوبايه نسكافيه مثلا او كوبايه شاي باللبن مع سندوتش. لا، ده مش فطار، مش فطار مفيد يعني ليكي. وخاصه ان انت فلازم تفطري فطار كويس، علشان ايه، هيبقى عندك مهام طول اليوم هتعمليها، فتبقي قادره ان انت ايه تقاومي مع الاولاد وكده، وتقومي بقيه شغلك اللي انت ايه بتعمليه كل يوم. فخلاص فطرتي وظبطتي الدنيا وكلتي فطار كويس واهتميتي بالفطار وشربتي بقى كوبايه القهوه بتاعتك او كوبايه النسكافيه بتاعتك زي ما انت بتحبي تشربي، او ما بتشربيش خالص زي حالتي. فزي ما انت يعني حابه انت بتعملي ايه او روتينك بتعملي ايه. خلاص فطرتي بقى وروقتي على نفسك وفطرتي كويس فطار كويس وغسلتي بشرتك وروقتيها وظبطتيها. هنبدأ بقى نشوف ايه، نشوف البيت بقى. هنجيب بقى ورق وقلم قبل ما نبدأ بقى في ترويق البيت وكده. تجيبي ورق وقلم، شوفي انت عايزه تعملي ايه النهارده، ايه المهام اللي انت عايزه تشتغلي فيها النهارده وتعمليها وتظبطيها وتنجزيها. بجد لو حطيتوا لنفسكم اهداف كده هوت اول ما تصحوا من النوم، او كتبتوها في ورقه، بتبقى ايه، بتبقى بتسهل عليكم حاجات كتير قوي، بتخليكي انت انسانه منظمه، وبتعرفي انت عايزه تعملي ايه النهارده، غير لما تبقى الحياه عشوائيه كده هوت وتبقي مش عارفه انت مش مظبطه الدنيا. يعني ايه لما بتبقى الحياه عشوائيه كده ومش مظبطه انت هتعملي ايه، بتحسي الدنيا ملخبطه وان انت مش يعني يومك مش مثمر، يومك انت ما طلعتيش بحاجه، يومك مش مفيد، مش ايجابي. بتحسي ان انت ما استفدتيش حاجه في اليوم دوت او ما انجزتيش حاجه واليوم عدى منك وخلاص. طبعا احنا الوقت دوت يعني الوقت ده بالنسبه لنا حاجه كنز يعني كده، يعني سبحان الله. ماشي تمام كده. ف فتجيبي ورقه وقلم وتكتبي بقى ايه، انا النهارده هعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه دول عايزه اعملهم. طب لو انت عملتي منهم اربعه وانت مثلا كاتبه 5 مهام وعملتي منهم اربعه، حلو كويس جدا ان انت عملتيهم. المهم ان انت خلصتي حاجات من اللي عليكي اللي انت كاتباها، سواء بقى حاجات في البيت هتعمليها او طلبات هتروحي تشتريها من بره. فانت بتكتبي المهام بتاعتك اللي انت هتقومي بيها. فلو عملتي منها جزء يبقى كويس قوي، ما عملتيها كلها يبقى خير وبركه الحمد لله. فانت بتكتبي كل المهام اللي انت عايزه تعمليها في يومك. وبعد كده بقى تبداي ايه، تروقي في شقتك وتشوفي بقى ايه، تمشي على النقط اللي انت كاتباها. هعمل واحد النهارده، هعمل اتنين، هعمل تلاته، لغايه ما تخلصي كل الحاجات اللي انت كاتباها او كل المهام اللي انت كاتباها في الورقه. فبتلاقي يومك الحمد لله بقى يوم كويس ويوم فيه بركه. تمام كده. والبركه طبعا في البكور ان انت لما بتصحي بدري وكده اليوم بيبقى فيه بركه مش قادره اوصف لكم والله. بتحسي ان انت بتخلصي كل اللي وراكي، وبتلاقي لسه في وقت ان انت تعملي حاجات تانية كتيرة قوي، وتلاقي نفسك مثلا عايزه تنامي شويه، عايزه تعملي حاجات تاني. وتلاقي ما شاء الله يعني الحمد لله الصحه كويسه والوقت ما شاء الله فيه بركه. فاصحوا بدري عشان تخلصوا كل اللي وراكم، وبعد كده نعمل لكم ساعه مثلا بالنهار او اي حاجه. هنبقى نعمل فيديو كده عن تنظيم اليوم، تنظيم النوم بتاعنا. يعني لو حد مش بيعرف ينام كويس وكده ممكن نعمل فيديو كده على تنظيم النوم، ازاي ننام كويس. فقلنا خلاص بقى هتكتبي بقى المهام بتاعتك وتبداي تعمليها وتظبطيها وتظبطي بيتك. وبعد كده بقى تعملي ايه، في خطوات بعد كده لازم برضو ايه تعمليها، زي ايه، زي ان انت مثلا خلاص احنا نظفنا البيت وظبطناه وكتبنا الحاجات بتاعتنا. في بقى ان انت تعملي ايه، تخلي نفسك تمارسي رياضه معينه. اي رياضه انت بتعرفي تعمليها او بتقدري تعمليها حسب صحتك. او لو مش بتعرفي تمارسي رياضه او مش بتعرفي تروحي جيم مثلا، مش متوفر ليكي ان انت تروحي جيم، وتبقي مثلا تتابعي مثلا مع الكابتن وكده ويقول لك على مثلا حركات معينه تعمليها او رياضه معينه تعمليها. في الجيم ممكن تتمشي وانت بتجيبي الطلبات بتاعه البيت. خصصي كده ساعه كل يوم امشي فيها او نص ساعه. والله بجد هتفرق معاكم كتير قوي. الرياضه دي بتفرق في الجسم كتير قوي. اولا بتظبط الجسم وبتظبط الحاله النفسيه. يعني بصي بتظبط جسمك، بتخلي جسمك مهندم وجميل. ولو نفسك تلبسي اي حاجه معينه مثلا حابه تلبسيها فبتخليكي ان انت تلبسيها. وبتظبط راحتك النفسيه ان انت بتخليكي مش متضايقه نفسيا من شكلك او من لبسك. انت مثلا حابه تلبسي لبس معين فبتلبسي لبس اكبر من سنك مثلا، بيديكي شكل يعني شكله اكبر من سنك فانت مش حباه مثلا فبيأثر على نفسيتك. لكن لما يبقى جسمك مهندم وجميل فبتلبسي الحاجه اللي تناسب جسمك وتناسب يعني شكلك اللي انت ايه اللي انت عليه. تمام كده. فانت ايه حاولي يعني ان انت ليكي ساعه كده رياضه كل يوم او نص ساعه، سواء تعملي رياضه في البيت او تروحي جيم مثلا لو انت قادره تروحي جيم. او لو انت مش قادره على كده ولا كده خلاص ممكن تمشي نص ساعه كل يوم كده اهوت او ساعه. هي طبعا الافضل ان هي تكون ساعه بس. لما تمشي ساعه هيبقى يعني نص ساعه يبقى برضو ايه كويس على حسب يعني ما انت هتقدري. المهم تمشي نص ساعه كل يوم، سواء بقى يعني تمدي فيها كده شويه
او مثلا على قد صحتك ان انت ايه تمشي شويه في الاول وبعد كده تبتدي تمدي على حسب ما انت بقى ايه هتقدري تمشي. لو انت مش متعوده على المشي خديها واحده واحده كده في الاول لغايه ما تتعودي عليها. بس حاولوا ان انتوا يبقى ليكوا رياضه يوميه كل يوم، هتغير عليكم النفسيه جدا. يبقى قلنا كذا حاجه كده هو ان شاء الله لو عملناها واستمرنا عليها ان شاء الله هتبقى يومنا مثمر، ويومنا فيه بركه، وتحسوا ان انتوا ايه اثمرتوا وعملتوا حاجه مفيده في يومكم. بس اهم خطوه او اي اهم حاجه تعملوها النهارده ان انتوا تعودوا نفسكم ان انتوا تكتبوا الحاجات اللي انتوا عايزين تقوم بيها، المهام اللي انتوا عايزين تقوم بيها النهارده، علشان ما يبقاش يومكم عشوائي يومكم كده او حياتكم بصفه عامه عشوائيه، وتلاقوا حياتكم خلصت من حواليكم وانتم ما انجزتوش اي حاجه من الحاجات اللي انتوا نفسكم تعملوها. تمام كده، وتخلصي شغلك بقى وشغل البيت وكده. وتحاولي انت ما تجيش على نفسك، يعني مثلا لو البيت كله عايز يتروق امسكي اوضه اوضه روقيها كده هو تظبطيها، بس ايه على قد ما تقدري ما تحاوليش تيجي على نفسك علشان يبقى عندك صحه ان انت تقاومي مع الاولاد بقيه اليوم. تمام كده. فيا رب تبقوا استفدتوا من الفيديو النهارده ان شاء الله وعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد فيا رب تبقوا استفدتوا من الفيديو كده ان شاء الله باذن الله، وتقدروا تمشوا على المهام اللي انا قلت عليها وتعملوها وتنفذوها باذن الله. تكتبوا لي في الكومنتات بقى لو في عايزين تسالوا على اي حاجه او لو عملتوا اي حاجه من دي اكتبوا لي في الكومنتات. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ومع الف سلامه.